السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف محمد. اليوم غادي نشارك معكم هذه الوصفة، وصفة الطلية بطريقة سهلة وبمقادير مضبوطة. لازم تسجلوا هذه الوصفة عندكم لأنكم راح تعتمدوها في بزاف من الحلويات التقليدية. راح تجي معكم هذه الطلية تجيكم تلمع وتجيكم رطبة وتبقى معكم طرية لمدة طويلة. راح نشارك معكم جميع أسرار النجاح. هكذا لازم تتابعوا الوصفة للآخر. قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش توصلوا بكامل الوصفات. نبداو على بركة الله. نحضروا السوائل تاعنا. هنا بكأس هذا تاع 220 مليلتر ديروا ربع كأس من ماء الزهر مع ربع كأس من الحليب من الأحسن تستعملوا حليب كون، لازم يكون نوعية جيدة. نضيفوا له ربع كأس من الزيت، وهذه الكمية اللي غادي نشاركها معكم راح تحضر لكم أو تطلي لكم 25 حبة. نضيفوا له ملعقة صغيرة من لافاني وملعقة صغيرة من الملون أبيض، من الأحسن يكون تاع الميزان. شوفوا هذيك المغرفة اللي درت بها مغرفة تاع القهوة الصغيرة. ونخلطوا كامل السوائل تاعنا جيدا حتى يتجانسونا. الملون الأبيض مكون أساسي هو اللي راح يعطينا اللون الجيد للطلية تاعنا. خلطوا كامل النواشف تاعنا. وهنا كنت رحت عصرت حبه تاع ليمون، عصرتها بهذا الشكل. شوفوا لي هذيك الكميه اللي احتجتها في هذه الكميه تاع 25 حبه، حوالي ملعقه كبيره من القارص. ونكمل نخلط كامل المكونات تاعنا حتى يتجانسونا غير بالفوي بهذا الشكل. وهنا كما قلت لكم هذه الكميه راح تطلي لكم 25 حبه، يعني الكيله تاع ربع كاس مع كيس من سكر جلاس حوالي 700 غرام راح يطلي لكم 25 حبه. اذا حبيتوا 50 حبه ديروا نصف الكاس وديروا زوج شكاير من السكر جلاس. وهنا كنت رحت جبت كيس من السكر جلاس اللي يرفد 700 غرام. ولازم عليكم هذا سر من اسرار نجاح الطلية تاعكم، لازم السكر جلاس تاعكم كامل تغربلوه بهذا الشكل. تعقبوه تغربلوه كامل ونبقاو نضيفوه في السوائل تاعنا بالتدريج اللي كنا وجدناهم في السابق. وهنا كما راكم تشاهدون نبقاو نطمو فيهم مع السكر جلاس. هكذا ضيفوا السوائل تاعكم غير بالعقل باش ما تجريش معكم الخليط. مع التحريك المستمر هكذا اعجنوا الطلية تاعكم جيدا. شوفوا هنا كديروا في الاصبع تاعكم ما يطيحش كامل، يطيحوا هذوك الزوائد وتبقى طبقة سميكة من الفوق. شوفوا لي هذاك القوام تاع الطلية اللي غادي نتحصلوا عليه. هذه هي الوصفة تاع الطلية، وصفة سهلة سريعة راح تنجح معكم من اول تجربة. وهنا بعد ما كنا ادلكناها جيدا شوفوا يروحوا لها كامل هذوك التكتلات، نغطوها ونخلوها تستراح ليلة كاملة. انا نحب نخلي طليتي تستراح ليلة كاملة. وهنا بعد ما كانت فاتت هذيك الليلة نجو نحركوا الطلية تاعنا جيدا، نحو لها هذوك كامل فقاعات. وهنا باش تسهل عليكم العملية انا نحب الطريقة هذه، ندير كامل الطلية تاعي في بوشادوي بهذا الشكل ونبقى نطلي في الحبات تاعي بهذه الطريقة. هذه الطريقة راح توفر عليكم الجهد والوقت. ديروا الحبات تاعكم فوق الشباك كما راه موضح في الفيديو ونعقبوا عليهم الطلية بهذه الطريقة. هاني وريت لكم هنا طريقة الطلية. هكذا راح تجيكم الطلية على كامل الحبة، وكامل الحبة تاعكم تلقاوها تعمرت بالكلاصاج. شوفوا الطريقة كامل ونروحوا نخبطوهم قليلا فوق سطح العمل كما راه موضح في الفيديو في الشباك. نخبطوا هذاك الشباك ويطيحوا لنا هذو كامل الزوائد في السنيوة اللي كنا درناها في الأسفل. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاع الطلية تاعنا، راح يجي قمة وراح يتشكلوا معكم فقاعات صغار. هنا غير بالكيردون افقعوا هذوك الكريات ونكمل كامل الحبة تاعي ونخليو الطلية تاعنا تنشف. وهنا شوفوا بعد ما كانت نشفت لي هذيك الطلية تجي تلمع ويجي الشكل تاعها بزاف راقي. وهنا للتزيين انا كنت جبت كميه من الناكري بلون دوري. شوفوا ندهن كامل سطح الحبه تاعي بهذا الشكل. هذه هي الوصفه تاع الطلية راح تجيكم ناجحه 100%، لازم عليكم تجربوها. وهكذا نكون وصلنا لافان تاع الفيديو. اذا عجبتكم هذه الوصفه ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه وتخلوا لي رايكم في التعليقات وتبارطاجوا هذه الوصفه مع اصحابكم.